من الإمارات الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال. مساء الخير، ألف مبروك هذا التأهل التاريخي على الأقل خلال قيادتك لنادي الهلال. أبو كرم الله يبارك فيك، وإن شاء الله ربي يتمم بالخير إن شاء الله يا رب. أنا أعرف أنك تعبت من الإجابة على التساؤلات لأكثر من برنامج شقيق وعزيز علينا، لكن أنا موضوع أني أرى كؤوسا قد أينعت، أنت تستشهد بالحجاج، لكنه قال وأني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. الموضوع في يعني لا يقبل القسمة على اثنين. أنت الآن صحيح غردت سابقا أنه لم نفعل شيء إن لم نأخذ الكأس، لكن اليوم ما بين تغريدة وتغريدة أراك يعني تستشهد بالحجاج، والحجاج لا يقبل أنصاف الحلول أبدا. لا، احنا قاعدين نقول حان القطاف. المفروض ان شاء الله ان احنا ما دام حان القطاف ان احنا نبذل كل جهدنا لكي نقطف ثمرة يعني الفريق هذا اللي صنع على مدى 3 سنوات بعد توفيق رب العالمين. انا ابغى اقول بس ابو كرم اني انا في المناسبة هذه اشكر اشقائنا في نادي العين على ما قبلنا فيه من كرم ضيافة ومن حفاوة بالغة، وعلى الروح الطيبة اللي تجلى فيها مسؤوليه بعد المباراة. تحدثت مع الشيخ عبد الله بعد المباراة، هل ما حدث بموضوع جيان هل أثر؟ يعني أنت اليوم تشيد بهم ولم تذكر أي شيء عما حدث في المباراة. في نهاية الأمر هذه أمور تحدث يعني لن أبرر الجيال لاعب كبير وهداف ممتاز، ولكن أنا أعتقد أنه يعني ضغط المباراة، تعرف الهدف اللي جابه ناصر الشمراني قتل طموحات أشقائنا في نادي العين، سيما أنهم هم أحسوا أن المسألة كانت قريبة بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 من المباراة. فهذا كان يعني أعطى انطباع أنه ممكن أنه يجي الهدف الثاني والثالث. هم فريق كبير ومحترم وعندهم القدرات الحقيقة، ولكن احنا تعاملنا بالمباراة بشكل إيجابي وبشكل يعني سواء الجهاز الفني أو اللاعبين أنه أنتم قادرين تسجلوا في أي لحظة، سجلوا، ومتى ما سجلتوا حتصعب المباراة على العين. نعم. وقد كان، والحمد لله رب العالمين. تحدثت مع الشيخ عبد الله ولا أم لم تتحدث؟ لا تحدثت، سلم علينا وبارك لنا وقال لنا انه يعني حتى كان تعبير جميل، ما يقال لي هارد لك، يقال لي مبروك ان التأهل راح من العين للعين. هذا كلام شخص راقي ومن من 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 يعني اشقائنا في الامارات يتميزون بالرقي، والعلاقات اللي بيننا وبينهم احنا بلد واحد، فايا منا يمثل الاخر. هذا شيء غير مستغرب. يعني بيقولوا بالانجليزي على سكيل 1 اوف 10، قديش شايف الكاس هيك بايدك؟ لا، ما افكر كذا، افكر اني ارى كؤوسا ابو فيصل، اني ارى كؤوسا قد اينعت، ما في مجال، هذا كلامك. بس ما اقدر اقول اني حاقطفها، حان قطافها يعني قديش شايف؟ يعني حتما سنقطفها، لابد ان نعمل عمل كبير عشان نقطفها، ولكن ارى كؤوسا اينعت، عز الله ارى كؤوسا اينعت، ما يحتاج. طيب، هل للحظه يعني البعض حسب تويتر ماني شايف والهلاليين بشكل عام كانه حسموا نتيجه النهائي، في لسه فريقين عم بيتنافسوا، والفريق الاسترالي فريق خطير عمره 2 لكن مخرب الدنيا. لا هذا كلام خطير، التفكير خطير اذا احنا فكرنا ان احنا المباراتين القادمه هي الاصعب في المشوار الاسيوي. نعم. هي الأصعب فعلا وليس مجازا، يعني هي الأصعب فعلا مثل ما تفضلت. الفريق الأسترالي فريق يعني قوي، وغير انه قوي اسلوبه دمه ثقيل علينا احنا. نعم. يعني ما يعني القوة البدنية، الكرات العرضية اللي احنا يعني فيبغى لنا مجهود كبير عشان نتخطاه، سواء نعم. هو او الفريق الكوري ايضا. نعم. هذا عدا عن بعد المسافة. يعني انا اعتقد انه التفكير انه المسألة عبارة عن القادم أصعب بكثير من المسألة بالتأكيد. طيب أبو فيصل، أول تهنئة جاءتك اتصال يعني مش مسج، وأغلى تهنئة؟ والله جتني تهاني كثير، جتني لا أول واحدة. والله أول واحدة كنت راجع من العين لدبي، كلمني الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي. والأخ إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد، والأستاذ أحمد عيد. وآخر المكالمات وأهمها بالنسبة لي، تلقيت مكالمة من قبل قليل من سيد الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، هنأني فيها بتأهل الفريق للمباراة النهائية، وجدد دعمه للفريق،
طلب مني أن أنقل تحيات سمو اللاعبين ودعمه لهم. نعم. وتمنى لنا إن شاء الله أن احنا ناخذ الكأس، ويا رب الله كريم إن شاء الله. غياب ياسر قحطاني في الليلة الظلماء، هل سيفتقد البدر؟ نعم مزعج غياب ياسر، كنا نتمنى أنه ما ياخذ كرت، ولكن الحمد لله أيضا أنه ديقاو وكواك وسلمان الفرج والسديري وعبد العزيز الدوسري ما أخذ كروت، وألغيت البطاقات اللي عليهم في النهاية. هذا كان أيضا جانب. طيب لو بكلمة، وأنا أعرفك أنت أبو اللاعبين وأبو الفريق ولا رأس الهرم، من بكل مباراة بالعالم كله في شيء اسمه مان أوف ذا ماتش، من هو رجل المباراة بالنسبة لك شخص؟ عبد الله الزديري. يعني هل هذا يعني كم كان الضغط عليها على هذا اللاعب الزديري أم الشمراني؟ لا عبد الله السديري الحارس اليوم كان مميز الحقيقة، يعني طلع أكثر من كورة كانت مصدر قلق يعني. عموما الامير عبد الرحمن بن مساعد، نحن سعداء طبعا بوجودك دائما معنا، ونتمناك تكون عنا هون في الاستوديو وان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله النهائي